الاستمرار والافتتاح من السيد كاتمان. تالي كلمة لتمثيل مديرية الشؤون القروية. تأسيسية حول دعم وتكريس الالتقائية في تدبير جميع البرامج الأراضي السلالية الفلاحية من أجل كرائها للخواص عن طريق طلبات. هذا يوم أو لقاء تحسيسي دراسي فيه يومين. احنا الآن في اليوم الأول. يسعدني أن ألقي كلمة باسم السيد الوالي لتحييكم بهذه المناسبة. ونص الكلمة فيه لابد في البداية من التذكير بالأهمية التي وليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للعالم القروي والتنمية القروية عموما، باعتبارها إحدى دعامات الاقتصاد الوطني لما تهدف إليه من تحسين ظروف عيش الساكنة القروية واستدامة استقرارها، خاصة في ظل التغيرات المناخية الحالية، وتفاعلا مع التعليمات المولوية السامية الهادفة إلى تطوير القطاع الفلاحي وتثمين الرصيد العقاري الجماعي وتحسين مستوى عيش أعضاء الجماعات السلالية، فإن كل القطاعات المعنية قد تجندت لوضع استراتيجية متكاملة من أجل تحقيق الأهداف المسطرة. وفي هذا الإطار عملت مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية على تكثيف جهودها ورصد مبادئ مالية جد مهمة لتمويل المشاريع المديرة للدخل القابلة للإنجاز وفق أراضي الجموع لفائدة السلاليات والسلاليين. يندرج هذا الحدث في إطار سلسلة الجولات التحسيسية التي تقوم بها مديرية الشؤون القروية على المستوى الوطني من أجل إلقاء الضوء على الاستراتيجية التي اعتمدتها من أجل دعم أعضاء الجماعات السلالية على المستوى الوطني كذلك، وتنزيل توجيهات سامية في هذا الخصوص، وبحضور ممثلي جميع المؤسسات القطاعية التي تنشط وتشتغل على نفس توجه أي دعم العالم القروي. إذن هذا بالمجمل أهم عنوان لهذا الحدث، ونحن بالمحطة السابعة على المستوى الوطني، ولازلنا نقوم بمثل هذه الجولات من أجل حث وتحسيس جميع المؤسسات على العمل التشاركي وتسليط الضوء على أعضاء الجماعات السلالية بالخصوص من أجل إدماجهم في مسلسل التنمية.